تعال اقول لك العالم كان عامل ازاي قبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان في ناس كتيرة بتتلخبط. العالم كان متقسم على 3 قارات، ما كانوش ساعتها اكتشفوا امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. كان العالم هو اوروبا وافريقيا واسيا. ومن الحاجات المهمه هي انه كانوا في دولتين المسيطره على العالم، الفرس والروم، ودوله كده الحلقه اسمها الهند. اولا الروم كانت دوله مسيحيه، بس المسيحيه المحرفه، والروم احتلت حبه دول كده صغيرين. انجلترا، ويلز، فرنسا، اسبانيا، البرتغال، بلجيكا، سويسرا، النمسا، ايطاليا، المجر، رومانيا، تركيا، اليونان، البنيه، يوغوسلافيا، فلسطين، لبنان، تونس، اجزاء من المانيا، المغرب، الجزائر، سويسرا، مصر. ودوله الفرس، اي حاجه روما ما احتلتهاش الفرس كانت احتلتها. والفرس كانت دوله اوحش بكتير من الرومان. كان عند الفرس اكتر من اله، كان النور والظلام والنار والميه، بس كان اعظمهم ودي كانت اسمها الديانه المجوسيه. فاكرين الهند الدولة الغلبانة دي؟ لو انت اتولدت في طبقة اقل من التجار هتعيش في حياة مذلة بطريقة، بس لو انت اتولدت من البراهمة انت كده اكنك اله عندهم. صح، ديانتهم ديانة وثنية. طب فين العرب؟ فين قريش؟ فين شبه الجزيرة العربية؟ طب أكيد كانت أقوى بكتير منهم. بص، العرب كانوا حاجة طفيفة جدا مقارنة بالروم والفرس، وعشان تبقى فاهم لازم احكي لك العرب كانوا عاملين ازاي. العرب كانت قبائل، والقبائل دي كانت موجودة في أراضي صحراوية وجبلية، يعني فرهاضة عشان يحتلوهم. فالروم والفرس فكوا منهم خالص، يعني مش حمل الفرهاضة. وفاكر الحتة اللي أنا قلت لك إنهم كانوا قبائل؟ العربي كان بيحب قبيلته بطريقة لدرجة إنه في حروب حصلت لأتفه الأسباب. يا شيخ القبيلة، يا شيخ القبيلة، واحد من قبيلة خزعبلة قتل الحمام اللي كان بيطير فوق قبيلتنا يا شيخ. إيه؟ إيه اللي أنتوا بتقولوا ده؟ هم عايزين الحرب. وهي الحرب بالسهوله دي مش عشان هم فاضيين، يعني هم كان عندهم كرامه وعزه نفس عكس الروم والفرس والهند. ممكن يكون بسبب كده ربنا اختار العرب. زي ما قلت لكم ان العرب كانوا قبائل، وفي قبيله كانت اشهر قبيله كان اسمها قريش. كانت مشهوره عشان كذا حاجه، بس اهميتها كانت الكعبه. الناس كانت بتروح الكعبه عشان بتعبد ربنا، طبعا عشان هم كانوا مؤمنين بالتوحيد ومؤمنين بربنا، بس كانوا بيعبدوا الاصنام برضو. قريش كانت فاهمه كده كويس، وكانت عارفه بوجود ربنا، وكانت بتؤمن بربنا، بس الموضوع كان بيدخلهم فلوس كتيره قوي، فطبعا كان صعب جدا انهم يتخلوا عن الامور دي، وكان يتخلوا عن الاصنام. جه عام اسمه عام الفيل، وده العام اللي اتولد فيه طفل هيغير كل حاجه.